أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج نارت ياسر. حلقتنا لهذا اليوم عن المبادرة الشركسية للتوعية السياسية، الأهداف والرسالة والموقف. يسعدنا في هذه الحلقة أن نلتقي بضيفين من المبادرة الشركسية للتوعية السياسية، الأستاذ محمد الداغستاني، وهو محامي وناشط في مجال حقوق الإنسان، وأيضا الآنسة رايا غبش، وهي منسقة مشروع في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. أستاذ محمد وآنسة رايا، أهلا وسهلا فيكم في هاي الحلقة، واللي فيها إحنا حابين تحطونا بالصورة أكثر عن المبادرة الشركسية. ما الذي يحدث؟ ما الذي تستهدفونه؟ شو رسالة المبادرة؟ في البداية أستاذ محمد، إذا في مجال تعرفنا بالمبادرة الشركسية للتوعية السياسية، وكيف نشأت، ما هي الأهداف، ما هي البرامج، وما هي الرسالة. أستاذ محمد تفضل. مساء الخير للجميع، وأشكر قناة نارت على هذه الاستفاضة، وأشكرك بشكل شخصي دكتور باسل، وتحياتي لزميلتي رايا غوبش في المبادرة الشركسية للتوعية السياسية. حقيقة فكرة إنشاء المبادرة الشركسية للتوعية السياسية جاءت نتيجة للتغيرات السياسية اللي طرأت على الساحة الأردنية في الفترة السابقة. كلنا سمعنا في اللجنة الملكية للإصلاح السياسي، وهذه كانت توجهات من جلالة الملك بشكل شخصي، وتوجهات من مختلف من الشارع الأردني ومختلف القوى السياسية في الأردن. حقيقة الإصلاح السياسي أو إصلاح المنظومة السياسية في الأردن جاء باعتقادنا بشكل عفوي، ونتيجة لتطورات وضغوطات، سواء كانت من الأحداث اللي بتحيط فينا في الأردن أو من عوامل اقتصادية أيضا. طبعا هاي المؤثرات المجتمع الشركسي كجزء من المجتمع الأردني ليس بغريب عنها، وطبيعة الحال المجتمع الشركسي راح يتأثر في هاي التغيرات. ونحن كمجموعة من أبناء وبنات المجتمع الشركسي اتفقنا على العمل بما يخدم مصالح المجتمع، والتعريف بهذه التغيرات وكيف سيتأثر المجتمع الشركسي في ظل هذه التغيرات، وإيش هو المطلوب حاليا في هذه التغيرات. طبعا تهدف المبادرة بالدرجة الأولى من خلال التنسيق والإرشاد العمل مع مختلف الجهات ذات الأمر، من مؤسسات شركسية أو سواء الأفراد أو مع الأشخاص المهتمين بالشأن السياسي الشركسي. نحن بطبيعة الحال نعتبر أنفسنا جهة تعد الدراسات والأبحاث السياسية بشكل خاص المتعلقة بالمجتمع الشركسي، وتعرضها على المؤسسات المعنية وعلى النواب والأعيان، وبالتنسيق معهم بشكل مباشر، وهذا اللي حصل خلال الفترة السابقة، وعلى المهتمين بالشأن العام بشكل عام. آنسة رايا، يعني تكملة للموضوع اللي أنا فهمته من الأستاذ محمد، إنه المبادرة الشركسية للتوعية السياسية هي عبارة عن مجموعة، أكثر من أنها تكون حزب أو كتلة. هي عبارة عن مجموعة بتهتم بعمل دراسات وأبحاث وتقديم أو تنسيب توصيات للجهات المعنية. قد يكون الجهات المعنية مؤسسات، أو قد يكون نواب أو أعيان. فما رأيك، هل هي مجموعة دراسية أم هي مجموعة قد يكون عندها نوايا أخرى يعني سياسية؟ صحيح دكتور باسل، هي المبادرة الشركسية للتوعية السياسية هي هدفها إنه ما نوجه الناس نحو حزب أو نعلمهم السياسة، لا، هي جهة بتنظم لقاءات، ندوات، نستضيف فيها أصحاب الفكر والرأي والخبرة والاختصاص ليحكي كل حدا فيهم عن مجال خبرته. فهي بالآخر هدفها المعرفة السياسية العامة بين أفراد المجتمع، خاصة مع الأمور اللي عم تستجد على أرض الوطن، يعني من أمور سياسية ومستجدة يعني. طبعا، وخاصة اللي لها علاقة في المجتمع الشركسي، لأن بالنهاية مبادرة للتوعية السياسية الشركسية يعني. فأستاذ محمد،
هلا تحدثتم بإجراءات معينة، وقد تكون هاي الإجراءات متسلسلة لعمل الدراسات. ففي بالمحيط بعض المستجدات في المحيط أو في المشهد السياسي في الشارع الأردني، في تغييرات وفي مستجدات، وأنتم يعني كمبادرة طلعت هاي المبادرة مشان تواكب هذا النشاط. طب هل أنتم لحالكم موجودين بهالساحة ولا في ناس ثانيين موجودين في الساحة؟ ونقطة ثانية إنه ما هو التسلسل اللي أنتم بتمشوا فيه مشان تطرحوا بعض الأمور اللي لها علاقة بتحقيق أهدافكم؟ أشكرك على هذا السؤال دكتور باسل. طبيعي أو طبعا لا، يعني أكيد نحن مش لحالنا بالساحة، أن نحن جزء من فريق متكامل نعتبر حالنا كمبادرة شركسية. الآن مثل ما ذكرت، طبعا لما صدرت مخرجات اللجنة الملكية وقدمت توصياتها للحكومة وتم تحويلها على شكل مشاريع قوانين للمنظومة السياسية أو القوانين اللي إلها علاقة بتحديث المنظومة السياسية الأردنية، من قانون الأحزاب ومن قانون الانتخابات وعلى رأسها الدستور الأردني. لأنه من الطبيعي إذا كنا نحتاج إلى تعديل قانون الأحزاب أو قانون الانتخابات، نحن بحاجة لتعديلات دستورية. طبعا هذه التعديلات خلينا نحكي أنه يعني أثرت المجتمع بالنقاش والحوار، وهذه حالة صحية. فصار في نوع من الحالة الجدلية في المجتمع الأردني بين مؤيد وبين معارض لهذه التعديلات، أو خلينا نحكي الطروحات اللي قدمتها الحكومة والمخرجات اللي قدمتها اللجنة الملكية. طبعا الآن في آراء مختلفة. نحن كمجتمع شركسي صدرت العديد من الآراء، منها من هو يقول الآن توجه الحكومة طبعا في الدرجة الأولى هو إنشاء حكومات برلمانية، وهذه حالة صحية وهذا مطلب قانوني، وهذا من معايير الديمقراطية اللي بتطالب فيها جميع الدول أو جميع الشعوب. فبالتالي الآن في أفكار متعددة نحن بمجتمعنا الشركسي، ونحن نؤيد هذه الأفكار ومستعدين نشتغل معها ونتعاون معها، لأنه مش عارفين نحن على إيش جايين بالآخر. هذه حالة سابقة على الأردن منذ تأسيسه. كنا عارفين نحن النظام السياسي في الأردن عنا هو نظام ملكي، نيابي ملكي وراثي. بيتم تشكيل قائد أو رئيس السلطات الثلاث هو جلالة الملك، السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبالتالي هو المعني بتعيين الحكومة وتعيين وبإرادته تصدر القرارات المحاكم بالسلطات كسلطة قضائية، طبعا مع استقلالية السلطات عن بعضها واستقلال السلطة القضائية تحديدا. الآن عودة إلى الآراء اللي موجودة في الساحة الشركسية، هناك العديد من الآراء والتوجهات. لا أستطيع أن أقول من هو على خطأ أو من هو على صواب، كلها على صواب. هذه حالة سياسية ونحن كلنا الآن بحاجة أنه نتعاون فيها. تحديدا قد يطرح أنه تشكيل حزب سياسي بأغلبية شركسية للحفاظ على الحقوق التي نص عليها الدستور الأردني، بالدرجة الأولى كأردنيين وبالدرجة الثانية كشركس. فبالتالي نحن لنا حقوق ولا علينا واجبات، وبالتالي هذه طبيعة العلاقة. ما هي الأمور أو ما هي القوانين اللي بدها تنسق طبيعة العلاقة بين المجتمع الشركسي والدولة الأردنية؟ فبالتالي الحزب السياسي الآن يطلب منا الانضمام للأحزاب السياسية. نحن الآن لسنا فقط كمبادرة شركسية وإنما كمجتمع شركسي ندرس هذا الموضوع. ما حدا بيقدر يجاوب بشكل صريح وواضح هل لنا مصلحة الانضمام لحزب سياسي أو تشكيل حزب سياسي أو عدم الانخراط بالعمل السياسي، لأنه نحن ما تعودنا على سنوات سابقة في العمل السياسي. فبالتالي إلا فئة قليلة منا يعني طبعا، والمجتمع الأردني بشكل عام. فهي حالة جديدة الآن غريبة علينا، فنحن بحاجة لدراسة الموضوع ونحن بحاجة للتوعية في هذا المجال. فلذلك نحن عم نحكي التوعية السياسية في الدرجة الأولى. علينا فهم حتى نحن الأشخاص اللي موجودين في المبادرة نحن بحاجة لتوعية ولفهم ما يحدث الآن. عشان هيك أبوابنا مفتوحة إلى الجميع.
للاستفادة من الخبرات سواء من داخل المجتمع الشركسي أو من خارج المجتمع الشركسي. الآن الإجراءات المتسلسلة اللي ذكرتها زميلتي الأستاذة رايا، طبعا نحن بدورنا درسنا بعناية ما صدر عن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وخاصة المخرجات التي تمس وضعنا كشركس في الأردن، وتواصلنا مع النواب والأعيان، ووضعنا تصور لمطالبنا ووجهة نظرنا واقتراحنا. طبعا هذا مش فقط هذا الإجراء ما كان من أعضاء المبادرة الشركسية، وإنما كان عمل بروح الفريق بتعاون بشكل كامل من قبل العديد المهتمين من أفراد المجتمع الشركسي. زي ما ذكرت الأستاذة رايا، نحن قمنا بعدة نشاطات. في الجلسة الأولى كانت في الجمعية الخيرية الشركسية، تناقشنا عن العمل السياسي ومبادئ المشاركة السياسية، وطرحنا أمور تتعلق بأهمية المشاركة السياسية ومدى تأثيرها علينا، لأنه نحن لما عم نحكي عن مشاركة سياسية، السياسة هي من المواضيع الجامدة. فإذا تكلمنا عن المشاركة السياسية نحن نتكلم عن حقوق اقتصادية، نحن في عنا بطالة في المجتمع الشركسي بحاجة لمعالجتها. هذه البطالة بين أفراد المجتمع الشركسي سيتم تناولها من ضمن أهداف وغايات المبادرة الشركسية، وبالتعاون مع النواب والأعيان الشراكسة، لأنهم هم الأشخاص المعنيين اللي لهم علاقة في هذا الموضوع، واللي ممكن أنهم يساعدونا ويساعدوا جميع مجتمعنا الشركسي بشكل. طبعا نحن قمنا بصياغة درفت من التوصيات سميناها اسم ورقة موقف. تم دعوة رؤساء المؤسسات الشركسية، وضعنا هذه الورقة بين أيديهم، وضعناهم بالصورة، ونحن على استعداد لاستقبال أي تصورات وأي آراء في هذا الموضوع. وأخيرا نحن لاحقا تم تشكيل لجنة علاقات عامة من قبل المبادرة برئاسة الباشا خير الدين هاكوز والدكتورة هيام كلمات وسعادة النائب السابق منصور خير الدين مراد والدكتور باسل طبعا كعضو في المبادرة الشركسية للتوعية السياسية. طبعا هدفنا الآن نحن إن الآراء اللي موجودة والطروحات اللي موجودة في هذه الورقة الموقف سيتم تعميمها على المجتمع الشركسي، ونحن على استعداد لاستقطاب لجميع الآراء. وفي المحصلة نحن مفتوحين إذا رأينا إنه في آراء معينة بحاجة لتعديل أو بحاجة لإضافة، نحن مهتمين إنه تخرج هذه الورقة باسمنا كمجتمع شركسي، وطرحها ووضعها أمام الجهات المختصة، مجلس النواب وتحديدا اللجنة القانونية في مجلس النواب. شكرا على التوضيح، بس يبدو أنه الموضوع بحاجة لتوضيح أكثر. يعني مسألة حساسة جدا أنك تصدر بعض الأمور اللي تتعلق في المجتمع الشركسي. اللي أنا عم بفهمه من اللي عم بنحكى حتى الآن إنه المبادرة الشركسية مثلها في عدة صالونات سياسية شركس، في مبادرات شركسية، وكلياتهم عم بيفكروا عم بيشوفوا ضمن المرحلة الحالية شو ممكن إنه نتوجه ونتحرك. في المقابل إنه المبادرة السياسية، المبادرة الشركسية للتوعية السياسية، عندها كمان مجموعة من الناس اللي بيفكروا وبيطلعوا على القرارات اللي عم تطلع كيف ممكن نتأثر علينا إيجابا أو سلبا. المبادرة غير عن المجموعات الثانية في بعض الميزات، في بعض النشاطات اللي عم بتساويها إعلاميا، ومن ناحية اللقاءات والندوات، ومن ناحية إنهم ياخذوا آراء فئات مختلفة من المجتمع الشركسي حول أي نقطة بثيروها. آنسة رايا، طبعا دائما السيدات، العنصر النسائي دائما دقيق أكثر في عرض وجهات النظر. عشان هيك أنا حابب أعرف منك إنه الفعاليات تبعتكم لما بدكم تتبنوا نشاط وتحققوا من خلاله الهدف، ممكن تعطيني تفاصيل أكثر شو اللي عم بتساووا، شو الإجراءات اللي عم بتخليكم إنه تعتبروا حالكم عم بتقوموا بالواجب اللي عليكم مشان تحققوا الأهداف اللي أنتم عم تسعوا لها. نعم دكتور باسل، يعني إحنا كمبادرة شركسية للتوعية السياسية
قمنا بعدد من اللقاءات، وقبل هاي اللقاءات شكلنا فريق عمل بتكون من النواب والأعيان وناس مختصين في المحاماة والإعلام، وناس إلهم باع طويل بالوزارات. وأكيد ركزنا بالمبادرة الشركسية إنه يكون في عنا فئة الشباب والمرأة لتمثل كل فئات المجتمع. بعديها صرنا نعمل لقاءات مختلفة. أول لقاء كان مع رؤساء المؤسسات الشركسية، عقد في المجلس العشائري الشركسي لحتى نوضح لهم شو هي المبادرة، إيش أهدافها، إيش الأمور اللي بتقوم عليها المبادرة السياسية الشركسية للتوعية السياسية. ثم عملنا لقاء مع المؤسسات الشركسية اللي اهتمت بالموضوع من البداية، مثل الهيئة الشبابية الأردنية الشركسية ومنتدى الحاكمية والحقوق، وطرح الموضوع أمام عدد من أعضاء إدارة جمعية أصدقاء شراكسة عمان، شراكسة القفقاس الأردنية عفواً. وبعدها بعد هاي اللقاءات تم عمل حفل إطلاق للمبادرة الشركسية للتوعية السياسية في الجمعية الخيرية الشركسية المركز. ومن لاطلاع كانت الدعوة عامة موجهة لكل أفراد المجتمع الشركسي لا يقدر يعرف إحنا كمبادرة إيش بدنا نعمل بالأيام الجاية، وإيش بدنا ننسق، إيش بدنا نشتغل لمصلحة المجتمع الشركسي كهدف رئيسي. ثم صار في تنسيق وزيارة لأمين عام وزارة التنمية السياسية حتى نقدر نفتح قنوات التعاون والتشبيك بيننا وبينهم. وأكيد زي ما حكى الزميل الأستاذ محمد، صار في تشكيل لجنة متابعات بالمبادرة الشركسية للتوعية السياسية ليدرسوا مخرجات اللجنة الملكية ويقدروا يحطوا الملاحظات والتوصيات حول البنود اللي بتهم المجتمع الشركسي وتم مصالح المجتمع الشركسي ككل. وفي الأخير عملنا اجتماع في الجمعية الخيرية الشركسية فرع ناعور، دعي إلى يعني مجموعة من المحاميين والسياسيين والمهتمين في السياسة بشكل عام. من خلال هذا اللقاء تم صياغة ورقة الموقف اللي حكى عنها برضو زميلي الأستاذ محمد، اللي بعديها طلع منها تشكيل لجنة العلاقات العامة. يعني أنا بحب أنوه كمان بما أنه إحنا كتلفزيون نارت أنه كافة هذه الأمور، كافة اللقاءات اللي صارت كلها تم تسجيلها وهي موجودة على اليوتيوب، وأي شخص بيحب أنه يطلع على التفاصيل ممكن أنه يرجع لها ويعرف إيش اللي صار من حديث ومشاورات. بالإضافة أنه كانت الدعوات عامة، يعني معظم هاي اللقاءات اللي صارت كانت الدعوة إلها عامة، يعني هي شخص من المجتمع كان من الممكن أنه يحضر هاي الفعاليات. يعني في بعض الأمور أستاذ محمد إحنا لابد أنه دائما نركز عليها، لأنه لابد من أنه يكون في تضامن بين أفراد المجتمع الشركسي. دائما في نظرة أنه بين كل فترة وفترة بتطلع مجموعة وما بتنسق مع حدا، ودائما بيطلع في مجموعة تعتبر أنه هي أصبحت الواجهة لهذا الموضوع. إحنا دائما يعني لا شك بأنه المبادرة الشركسية للتوعية السياسية عم تحرص إنها ما تلعب هذا الدور لوحدها وترجع لمجموعة من المراجع. على سبيل المثال الجمعية الخيرية الشركسية هي المظلة، هي اللي فيها أكبر عدد من الأعضاء. يعني هل هناك تنسيق؟ هل هناك دور إلها بالأنشطة السياسية اللي ممكن تتاخذ؟ المجلس العشائري كمان له دور. المجلس العشائري يعتبر الواجهة العشائرية. احنا بنعرف إنه السياسة بالأردن القضية العشائرية قضية مهمة جدا. الحاكمية، المنتدى الحاكمية للحقوق، مجموعة تأسست خصوصي لهذا الموضوع، للمواضيع السياسية. برضو كمان الهيئة الشبابية الأردنية الشركسية، مجموعة من الناس اللي مهتمين بالعمل السياسي. إذا بنضيف كمان قناة نارت اللي هي واجهة إعلامية المجتمع الشركسي مش بس بالأردن، المجتمع الشركسي في كل العالم، فأيضا هي مؤسسة من المؤسسات اللي تهتم بالعمل السياسي، بالإضافة للصالونات وإلى آخره. في مجموعات مختلفة من المجتمع الشركسي يقعدوا كمجموعة ككتل وبيحكوا بهذا الشأن. لا برضو بينسقوا، يعني في ناس ممكن يدخلوا بأحزاب، في ناس ممكن يدخلوا يشكلوا أحزاب بثقل شركسي. فكل هذه المجموعات كلها موجودة على الساحة الشركسية، ولكن
إذا ما وحدنا الجهد كلياتنا وما كل واحد أخذ الدور فعلا اللي لازم يأخذه، التضامن إذا ما كان موجود رح نخسر أمور كثيرة كمجتمع. رح نخسر كل ما كنا إيد واحدة، كل ما كان حجمنا واسع وكبير وتضامننا يشمل الجميع، كل ما كانت ورقتنا قوية في أن نثبت موجودية في المشهد السياسي القائم حاليا. هل هناك تنسيق أستاذ محمد بين كل هاي المؤسسات وكل هاي الصالونات وكل هاي المبادرات اللي عم تصير؟ طبعا أشكرك دكتور على إثارة هذا الموضوع. بصراحة هذا سؤال في غاية الأهمية. أنا في بداية حديثي ذكرت عن العمل ضمن الفريق أو العمل بروح الفريق. نحن كمبادرة شركسية للتوعية السياسية ما بننظر على نفسنا كشخصية اعتبارية أو جهة مستقلة أو مجموعة من الأشخاص اللي عندهم رؤية محددة وبدهم يحتكروها أو نطاق عمل معين وبده يحتكروه لأنفسهم. لا أبدا أبدا أبدا. نحن إذا نتكلم عن توعية، والتوعية إذا دخلنا على المعاجم المصطلحات، المصطلح التوعية السياسية راح يكون في تعريف واسع لها، فبالتالي تعريف إيجابية. فبالتالي التضامن مطلوب والتنسيق ضروري جدا، خصوصا في هذه المرحلة. أنا ذكرت في بداية حديثي التغيرات اللي عم تحصل الآن في الدولة الأردنية، التغيرات السياسية هذه سابقة. فأين نحن كشركس من هذا الموضوع؟ وين شو شكل الدولة اللي بدها تصير في المستقبل إن شاء الله؟ الملك كان واضح، تشكيل حكومات برلمانية، وهذا الموضوع ليس بجديد. يعني أكون صريح معاكم، كان من قبل 5 سنوات 6 سنوات حتى 10 سنوات انطرحت هالأمور، القضايا هاي، تشكيل حكومات برلمانية. بس للأسف الشديد المجتمع الأردني في ذلك الوقت لم يكن جاهزا. في أحداث كثيرة عصفت في المجتمع الأردني، من ضمنها الأحداث في سوريا وفي العراق إلى آخره، وأحداث الاقتصادية اللي موجودة. الآن نحن كشركس طبعا لازم يكون في بيناتنا تنسيق وإيمان مطلق. ولدينا نحن كمبادرة شركسية لدينا إيمان مطلق على إجراء حوار واسع مع كافة المؤسسات الشركسية وحتى مع أفراد هذا المجتمع كافة، إما من خلال اللقاء المباشر أو الاطلاع معهم أو التواصل معهم والتباحث معهم عن المستجدات والحوار حول التوصيات اللي ممكن أنه نحن نتبناها كخارطة عمل في المرحلة القادمة. يعني خلينا نقول هذه الخارطة اللي ممكن تلامس أو ممكن تحمل العديد من التغيرات اللي بتمس المجتمع الشركسي. وفي الأخص يعني هون بحب أنوه في الموضوع اللي عنه قضية اللي غاية الأهمية الآن، هي موضوع الكوتا الشركسية، ويتعلق تمثيله ضمن مجلس النواب من خلال التعديلات اللي راح تطلع على قانون الانتخابات. فبالتالي يعني نحن كشركس يفترض أن يكون في تضامن تنسيق معنا. زميلتي رايا ذكرت طبعا في اللقاءات اللي عملناها مع كافة الأطياف، ونحن وبرجع بعيد نحن يعني مفتوحون على الجميع وجاهزين لتبني أي أفكار أو أي آراء ونتناقش فيها ونتحاور فيها بهدف تحقيق المصلحة الشركسية. أنا سرايا يعني أنا بدي شوية هيك نحكي على موضوع تلفزيون نارت والدور الإعلامي فيما يتعلق بالتعاون مع المبادرة الشركسية للتوعية السياسية. شو دور تلفزيون نارت في هذا الموضوع؟ شو عمله حتى الآن تلفزيون نارت؟ كيف كان مجال التعاون إعلاميا؟ يعني أنا بداية دكتور باسل حابة أتشكر قناة نارت لأنه كانت دائما معنا بكافة اجتماعاتنا بزياراتنا، أي شيء، حتى الإعلانات الدعوات اللي بتصير كلها عن طريق قناة نارت. وكل هاي الزيارات واللقاءات كانت تتسجل، ولحتى اللي ما بيقدر يحضر معنا كانت هاي اللقاءات يقدر إنه يرجع يحضرها مرة تانية، إن كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو إنه تكون متوفرة إمتى ما بده يرجع الشخص يحصل على المعلومة اللي كانت تصير أو اللقاءات والمخرجات اللي تصير بلقاءاتنا وزياراتنا. وبحب أنوه إنه هاي كل اللقاءات موجودة على قناة على اليوتيوب، بيقدر أي شخص إنه يرجع لها بأي وقت ليقدر يكون معنا بقلب الحدث وقت ما كانت الزيارات واللقاءات موجودة على أرض الواقع.
طب يعني بدي أسألك سؤال هيك، هل يعني أي واحد شركسي عنده اهتمام، هل بيقدر إنه يعني يتواصل مع المبادرة ويكون جزء منها، بيقدر إنه يسجل، بيقدر إنه يكون جزء منها يعني أو يكون عضو من أعضاء المبادرة الشركسية؟ هل تعتقد إنه هذا ممكن؟ يعني أكيد زي ما حكى الزميل الأستاذ محمد، يعني إحنا مفتوحين مش بس للآراء والاقتراحات، بالعكس إحنا كمان مفتوحين لأي حدا عنده ومهتم بالموضوع السياسي وبالمصلحة الشركسية بشكل عام، إنه ينضم للمبادرة. يعني إحنا مجموعة من الأشخاص بلشنا بالخطوة الأولى، وبنتمنى من الكل إنه يكون معنا ضمن هاي المبادرة، لنكون كلنا إيد واحدة ونمشي للهدف اللي إحنا نهتم نوصل له، اللي هو مصلحة المجتمع الشركسي ككل. أستاذ محمد، كثير عم نحكي إحنا على اللجنة الملكية ومخرجات اللجنة الملكية. الأشخاص اللي بعاد شوي عن الموضوع السياسي، يعني قد يكون هاي المفاهيم يعني بعيدة عنهم. يعني إيش هي مخرجات اللجنة الملكية؟ شو صار فيها؟ لوين وصلت؟ وعن إيش بتحكي؟ وشو في منها إيش بمسنا إحنا كمجتمع شركسي؟ يعني حقيقة تشكيل اللجنة الملكية جاء بمنظور ملكي. طبعا جلالة الملك من خلال رسائله العديدة اللي وجهها سواء لمجلس النواب أو حتى للحكومة، كان في عنده منظور معين عن الإصلاح السياسي في الأردن، وآن الأوان لتحقيق هذا المنظور. تم تشكيل اللجنة الملكية، كنا سمعنا عنها وتابعنا عنها في الإعلام، لتحديث المنظومة السياسية في الأردن. إيش هي القوانين اللي بتتعلق لتعديل القوانين اللي تتعلق بحياة المواطنين وبتمس حقوقهم بالدرجة الأولى، سواء الحقوق السياسية بالدرجة الأولى، وبعدين بنحكي عن الحقوق المدنية والاجتماعية والثقافية إلى آخره. الحديث عنه واسع، وسائل الإعلام تناولته بشكل موسع بصراحة. نحن كشركس الآن من هذه المخرجات، طبعا أنا ذكرت في بداية حديثي تم تعديل قانون الانتخابات، إعادة تشكيل الدوائر الانتخابية في الأردن بشكل كامل. الآن صار في عنا قوائم حزبية، تم تعديل قانون الأحزاب بشكل أنه تم الحكومة الآن بتشجع المواطن الأردني على الانخراط في العمل الحزبي تمهيدا لتشكيل حكومات برلمانية من خلال البرلمان الأردني. وهذا عمل ديمقراطي، وهذا مطلوب في الوقت الحالي، نحن مطلوب بمس حاجة له في الأردن. الآن نحن كشركس، الحوارات اللي صارت وتابعناها كلنا على الإعلام كشركس، نحن ذكرت نحن جزء من المجتمع الأردني، ففي عديد من القضايا اللي بتمسنا وممكن نتناقش فيها ونتحاور فيها. بس كشركس نحن شو الشيء المحدد اللي له علاقة فينا، اللي هو التمثيل النيابي. التمثيل النيابي، وهون بقودني برجع بقول عن ورقة الموقف نحن اللي أثرناها. التمثيل النيابي لازم يكون تمثيل نيابي مناسب. هذا الأمر لم يقره فقط الدستور الأردني، وإنما التشريعات الدولية وجميع المعايير الدولية اللي لها علاقة في الموضوع. في أي دولة فيها أقليات عرقية أو دينية أو إلى آخره، طبعا ضمن دساتيرها وضمن تشريعاتها يجب أن تشمل بنود ومواد تحفظ حقوق هذه الأقليات الدينية والعرقية أو الإثنية. الأردن كان سباق في هذا الموضوع، وحقيقة نحن باسل لما اجتمعنا مع وزير التنمية السياسية مع أمين عام وزارة التنمية السياسية، طرحنا هذه القضية أمامه، وفعلا يعني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تم إنشاؤه عام 1952. الأردن حافظت على الحقوق الأقليات منذ عام 1929، من تأسيس الإمارة، منذ تاريخ تأسيس الإمارة، وأخذ بهذه المعايير قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهذا شيء يسجل للأردن وشيء قدم عليه للمستقبل أكثر. الآن نحن يجب أن نحافظ على حقوقنا السياسية وتمثيلنا النيابي، هذا شيء ضروري ومهم في الوقت الحالي.
في القوانين السابقة كان لنا 3 مقاعد نيابية، مقعد في الزرقاء عن الزرقاء ومقعدين في عمان. الآن أصبح في عمان لنا مقعد واحد وفي الزرقاء مقعد واحد. أما المقعد الثالث فتم باللغة العامية زي ما بيحكوا تحزيبه أو نقله ضمن الدائرة الانتخابية العامة. فبالتالي موقفنا يعني يجب أن يكون واضح من هذا الموضوع. نحن يجب الحفاظ على 3 مقاعد ككوتا مخصصة للشركس وعدم إدخاله ضمن الدائرة الانتخابية العامة أو عدم تحزيبه. طب يعني هلا تحزيب المقعد من 3 مقاعد موجود إلنا، يعني يبدو لي وكأنه احنا فقدنا السيطرة على الشخص اللي بده يتم انتخابه من قبل حزب معين، لأنه هذا الحزب يعني أولا وآخرا أو اللي دخل عن هذا الحزب راح يرجع المرجعية تبعته هي جماعته، الحزب اللي نسبوه. هو بطل إنه ممثل عن الشركس، هو شركسي ولكنه يمثل الحزب اللي دخل عنه. يعني أنا دائما بحب أعطي هذا المثال، يعني لا يجوز إنه مثلا حزب إسلامي وبيمثل إخواننا المسيحية، يعني يفترض إنه المسيحية مطالبهم نابعة من وجودهم. برضو إحنا كمجتمع شركسي يفترض إنه النائب يمثلنا، في خلل. صحيح إنه هذا كان موجود كمان بالمرات السابقة، يعني ممكن إنه واحد من حزب الإخوان المسلمين ينجح ويمثل الشركس، لكن هذا الموضوع يعني كان لابد من تصويبه، بإنه اللي بده يمثل أي مجتمع من المجتمعات اللي لها كوتا يكون فعلا نابع منهم، طالع منهم، يمثلهم. وبالتالي طالما في حركة سياسية وإعادة ترتيب للحياة السياسية، لابد إلنا من إنه ككوتا نحاول إنه ننظمها، وليس أن نقر بإنه تروح على الأحزاب. بعدين يعني القضية يعني عم نحكي على حكاية إنه طيب إحنا عم نحكي عن مزيد من الديمقراطية، بأي حق أنت عم تفرض على الناس وعلى المواطنين إنهم يتحزبوا؟ هذا كمان موضوع قابل للجدال. أستاذ محمد، أنا بدي أضلني معك بهذا الموضوع وأكمل مشان أسألك، وأنت ناشط في مجال حقوق الإنسان. لما نحكي على كوتا والتي تتوائم مع حقوق الإنسان، ولكن عم بنقيدها وبنقول لهم أنتم الكوتا تبعتكم لازم تكون مرتبطة مع حزب يمثل الأغلبية أكثر ما يمثل الأقلية. ما رأيك في موضوع إنه إحنا نفرض على المواطن إنه يكون حزبي؟ يعني اسمح لي باسل أبدأ معك في بداية النقطة اللي أنت أثرتها. الآن موضوع الكوتا الشركسية هي صلب الموضوع أو هي البذرة اللي نحن أنشئنا من أجلها أو تم تأسيس المبادرة من أجلها، الشرارة اللي صحتنا وفتحت عيوننا على التغيرات اللي عمالة تصير. بدي أرجع معك، اسمح لي بدي أرجع معك بس لإحصائية قامت فيها المبادرة. تم إنشاء أول مجلس تشريعي أو مجلس نواب، كان يسمى مجلس تشريعي الأول في عام 1929. كان عدد الأعضاء الكلي لمجلس التشريعي الأردني 16 نائب. عدد الأعضاء الشراكسة منهم 2. إذا حسبناها كنسبة من التمثيل الشركسي عندنا 12.5%. وتدرج هذا الموضوع وصولا إلى المجلس النيابي الحالي اللي هو 19. أصبح عندنا 3 مقاعد. يعني نحن من تاريخ تأسيس الإمارة لغاية 89 كان عندنا مقعدين، من 89 لعودة الحياة السياسية والغاء الأحكام العرفية أصبح عندنا 3 مقاعد. النسبة المئوية كانت 12.5. حاليا النسبة المئوية هي 2.3%. فبالتالي التمثيل قل ولم يطرأ عليه أي إيجابية، وهذه إشكالية بصراحة. هون نحن ما بينطبق عن التمثيل المناسب اللي بتنادي فيه المعايير الدولية.
والأردن ملتزم. الأردن من الدول السباقة وتنفيذ التزاماتها الدولية والتوقيع على الاتفاقيات. يعني الأردن من الدول السباقة على المستوى العالمي وليس على المستوى العربي. فبالتالي نحن رؤيتنا كمبادرة، أنا هذا الرأي بطرحه أمام جميع المشاهدين وأمام جميع المهتمين بالشأن السياسي الشركسي. كان عدد مجلس النواب 16، الآن 130، عندنا بس 3 مقاعد. هل يمكن اعتبار هذا تمثيل مناسب أم لا يمكن اعتباره تمثيل مناسب؟ هذا السؤال مطروح للحوار وتبادل الآراء أمام المجتمع الشركسي. الآن نحن دورنا إرشادي تنسيقي، نحن يفترض نطرح هذه الأمور ونفهم الناس شو اللي عم بيصير بالأخير، عشان يكون في لنا دور ونعرف كيف في هذه المرحلة اللي فيها تغيرات نقدر ندافع عن حقوقنا فيها ونقدر نطالب بحقوقنا بشكل صحيح ومباشر. اسمح لي دكتور، كمان بدي أتناول نقطة في غاية الأهمية. ورقة الموقف اللي نحن يعني صرنا نشتغل عليها بحدود ال3 أشهر، التقينا مع العديد من الأشخاص، مع النواب، وتعاونوا معنا النواب مشكورين بهذا الموضوع، ورئيس المجلس العشائري سعادة الباشا خير الدين كعين، ومع مختلف الجهات من المجتمع، حتى مع المؤسسات تناقشنا في هذا. وقت الموقف الشركسية قصدك رؤساء المؤسسات الشركسية طبعا، ورؤساء المؤسسات الشركسية، الجميع كان بهذا الصورة الموضوع، وتم تسليمهم نسخة من هذه ورقة الموقف. طبعا أي تشريع بده يصدر بده يكون في محاور، بده يكون في له أسباب موجبة. الآن نحن اطلعنا القانون الأساسي اللي مس علاقتنا أو مس حقوقنا اللي هو قانون الانتخابات. المادة 8 منه طبعا اللي بتتعلق في الدوائر، تشكيل الدوائر الانتخابية، على ما أذكر الفقرة ألف أو الفقرة باء، اللي بتتعلق في العاصمة عمان. كان طبعا مقعدين للشركس والشيشاني، الآن أصبح مقعد واحد. والدائرة الانتخابية العامة وتم نقل هذا المقعد الآخر على زيادة عدد مقاعد الدائرة الانتخابية العامة على حساب المقاعد الكوتا، ومن ضمنها المرأة حتى. يعني يمكن راية بالصورة وتقدر تفيدنا بهذا الموضوع كمان. يعني احنا ما بنحكي عن المقعد الشركسي والشيشاني فقط، وإنما المسيحي ومقعد المرأة، جميع الكوتات سيتم معالجتها من خلال سيتم معالجة أعداد الموجودة في الدائرة الانتخابية العامة على حساب الكوتا. وكأن الإصلاح السياسي واقف عند موضوع الكوتا، كأن الكوتا تشكل عائق أمام الإصلاح السياسي. هذا سؤال يجب أن يتم توجيهه إلى الأشخاص المعنيين. إيش معنى الكوتا بالذات تحديدا؟ يعني شو الهدف؟ نحن عم نحكي عن تمثيل مناسب من 29 لغاية المجلس النيابي الحالي 2019. نحن شايفين حسب المعايير الدولية، أنا درست الموضوع من ناحية القانون، من ناحية المعايير الدولية، هذا تمثيل يعني غير مكتمل. مناسب وإنما غير مكتمل. يفترض إنه بما إنه أعداد الدوائر الانتخابية الأخرى زادت، الأعداد، عدد مجلس النواب زاد، فيفترض إنه نسبة وتناسب يحصل. يفترض إنه كمان المقعد الشركسي الشيشاني كمان يتم زيادته، أو التمثيل الشركسي الشيشاني يتم زيادته، وإنما هذا لم يحصل وظل زي ما هو الوضع عليه إلى غاية الآن. النقطة الثانية، يعني ذكرنا طبعا إنه المقاعد المخصصة للشيشان والشركس نقلها للقائمة الحزبية، هذا انتقاص من التمثيل المناسب للمجتمع الشركسي والشيشاني بشكل عام. وبعدين في نقطة مهمة رئيسية، يعني نستغرب إنه عدم وضوح المعايير اللي نسب من خلالها المشرع أو اللجنة الملكية بتخفيض عدد المقاعد من 3 إلى 2، أو تحويل المقعد الثالث إلى الدائرة الانتخابية العامة. فإذا كان يعني خلينا نحكي المعيار اللي تم استخدامه على أساس التعداد السكاني، فالشيشان والشركس اللي موجودين في عمان هم أكثر، فيفترض أنه يتم الحفاظ على التمثيل النيابي كما هو عليه في الأردن في عمان. أما إذا كان على المعيار المكاني، فبالتالي جرش فيها نسبة كبيرة من الشركس
العائلات الشركسية المتواجدة هناك، فيفترض منح مقعد شركسي، كوتا شركسية عن دائرة جرش. فهذا الموضوع كمان قابل للنقاش والحوار مع الجهات المعنية في هذا الموضوع. يا سيدي العزيز، يعني الحديث يطول ويطول في هذا الموضوع وله جوانب عديدة. يعني أستاذ محمد، يعني لا شك بأنه في موقف إلنا كمجتمع شركسي من خلال قراءتنا لهذا الموضوع، وهذا الموضوع عم بيتم نقاشه في المرحلة الحالية في اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، وبالتالي على الأرجح أنه راح يتم طرح وجهات نظر المجتمع الشركسي. المجتمع الشركسي له الحق بأن يطرح وجهة نظره وإن كان راضي أو غير راضي عن المخرجات، وإحنا لنا الحق بأن نحكي في المواضيع اللي بتمسنا بشكل أساسي، المواضيع اللي بتمسنا العلاقة بالكوتا، وعلينا أن نطالب بمزيد من الحقوق وبمزيد من المكتسبات، لأنه المجتمعات تحصل على حقوقها لما تطالب. إذا لم يكن هناك بمطالبة فإنه ما حدا عنده استعداد إنه يجي ويقول لك أنت لك حقوق وأنت يعني ما عم تتحرك في هذا الموضوع. شوي بدي أطلع خارج الإطار وبدي أرجع على الآنسة رايا غبش. الناس في مجتمعنا الشركسي وخاصة الشباب لسه ما عندهم فكرة عن السياسة، يعني بإيش بتفيد السياسة سلبا أو إيجابا، بإيش بتأثر على مجتمعنا الشركسي. إحنا دائما كنا نقول ما بدنا ندخل بالسياسة وما لنا علاقة بالسياسة ونبعد عن السياسة، هيك تعلمنا كمجتمع من 60-70 سنة. ولكن اليوم في حدا بيجي بيقول لنا إنه لا السياسة ضرورية، وبالعكس بيشجعونا، الدولة بتشجعنا، كل الأطراف اللي كانوا ما يشجعونا في المرات الماضية عم بيشجعونا. هل الرسالة وصلت للشباب؟ هل الرسالة يعني مفهومة بالنسبة للناس؟ ليش إحنا لازم نشتغل بالسياسة؟ شو دور السياسة في حياتنا؟ شو أهميتها؟ هل هي ضرورية بالنسبة لنا؟ تفضلي آنسة رايا. يعني السياسة زي أي شغلة تانية في حياتنا، إن كان اقتصادي اجتماعي، إلى أوجه متعددة. يعني إن كان وجهه سلبي أو إيجابي، الفرد أو المجتمع هو اللي بيحدد إذا هذا الموضوع بده ياخده من طريقة سلبية أو إيجابية. فالسياسة مش حكر إنه إحنا نستخدمها بطريقة سلبية أو دائما نفكر إنه نربط السياسة بالأمور السلبية. بالعكس، إحنا في وقتنا الحالي بضلني أحكي للشباب، أنت مش ضروري تكون تحب السياسة عشان تدخل بالموضوع السياسي. الموضوع مش حب، حلو إنه يكون عندك حب للموضوع، بس الأساس إنه أنت شايف أرض الواقع اللي هلأ عم بتصير فيه مستجدات، شايف مصلحة المجتمع الشركسي وين بدها تكون، بدك تدرس الواقع، بدك تدرس الأمور اللي عم بتصير وعم تستجد معك. فلازم إنك تفكر بطريقة تانية، تبلش تبني حالك بحالك وتبلش تفوت بالمجال السياسي وتفكر شوي لقدام إيش هذا الموضوع ممكن يأثر علينا. ففي كتير أساليب، في كتير طرق ممكن إن نستخدمها بالسياسة وبتكون بطريقة إيجابية. يعني ورقة الموقف زي ما حكينا هي بتمثل موقفنا كمجتمع شركسي، وكله ضمن القانون وكله ضمن الأمور اللي عم بتصير وعم تستجد معنا أول بأول. فما في إشي يخلي الشباب إنها تتراجع عن الموضوع السياسي، بالعكس لازم هم يدافعوا عن هاي الحقوق والأمور اللي إحنا بدنا نطالب فيها ونوصل لها بالمستقبل. لأنه يعني جيل الشباب هو اللي بالمستقبل راح يقود المجتمع. يعني بده يصير من ضمن الوزراء، بده يصير من ضمن الدوائر الحكومية، بده يصيروا نواب. فلازم يكونوا منهم شباب بيكونوا عارفين إيش عم بيصير، شو في اختلافات، شو في أمور عم تحصل على أرض الواقع، ويسعوا إنهم يوصلوا لأماكن عالية في المجتمع الأردني بشكل عام. وعن طريق هذا الموضوع بحب أتطرق إنه إحنا نقعد مع الشباب بالمجتمع الشركسي، بنثير لهم المواضيع السياسية بطريقة أو بأخرى. يعني إن كان حوار أو لقاء، أو حتى لما يكون في مجموعة مختلفة من الشباب والصبايا، أكيد بنحكي إنه واقع المجتمع هلأ شو عم بيصير، إيش الأمور عم تحدث على وبتأثر على مجتمعنا الشركسي، لحتى نقدر إنه الشاب أو الصبية يعرف إنه إحنا ولا وين رايحين وإيش عم بيصير هلأ على الأرض. لأنه إذا الشباب ضلهم يفكروا إنه السياسة يعني إشي سلبي أو إشي ما بزبط معانا بحياتنا الواقعية،
بيكونوا غلطانين. يعني لازم هلا الرؤية الملكية كلها بتحكي عن الأمور السياسية وعلى المستجدات اللي عم بتصير، فلازم كل الشباب تتوجه لهذا الموضوع، يصير عندها وعي. يعني إحنا مبادرة زي ما حكينا من الأول، إحنا مش دورنا نوجه الشباب أو الأفراد لحزب أو لأي جهة معينة، بالعكس إحنا دورنا توعوي. وأي إشي بالحياة إذا إحنا ما كنا عارفين الوعي الكافي فيه فما رح نقدر نتناقش ونحكي وندافع عنه لقدام. فهذا الإشي ضروري بالنسبة للفئة الشبابية الحالية يعني. أنا بدي أكمل سؤال إجانا من السيد أحمد حميد بزدوغ، بيحكي السؤال والسؤال إلك بوجهه راية: هل هناك فئة معينة مستهدفة في برنامج التوعية السياسية أو إنها لكل شرائح المجتمع الشركسي؟ وما هو مدى تقبل المجتمع لكم كمبادرة؟ هلا المبادرة الشركسية للتوعية السياسية هي لكل أفراد المجتمع الشركسي ككل، ما من بس. وعندنا بالمبادرة الحلو فيها إنه أعضائها بيمثلوا كل الفئات، يعني بيمثلوا فئة الشباب، بيمثلوا فئة المرأة، بيمثلوا فئة الناس الخبيرة اللي عندها باع طويل بالسياسة، في الإعلاميين الحقوقيين، يعني بتمثل كل فئات المجتمع. فهذا اللي بيميز المبادرة، إنها ماخذة كل الشرائح المجتمع وكل الفئات بتغطيها. وبالنسبة لإنه تقبل المجتمع، هلا أي إشي بيكون جديد على المجتمع الشركسي من أول مرة ممكن ما يقتنعوا، بس من تاني مرة وثالث مرة وعبر اللقاءات اللي عم بتصير وعبر قناة نارت كمان واللقاءات اللي عم بتنظمها، الناس بلشت تتجاوب مع الموضوع ويصير في إقبال على المبادرة بشكل أكبر. يعني أنا بشوفه دائما هذا موضوع حساس بالنسبة للمجتمع الشركسي، لأنه أحيانا في ناس بيسيئوا استخدام قضية أنهم يحكوا في مسألة عامة بالمجتمع الشركسي وبيحكوا رأيهم الخاص ومن دون ما يكونوا راجعين لأي طرف من الأطراف. وسبق وأنه انحكى أنه إحنا ما بنعرف أنه في مرجعية، لكن اللي أنا الخطوات اللي عم بتصير من خلال المبادرة الشركسية في محاولة إنه في مسألة عامة مطروحة وما في أي طرف ثاني يتصدى لها، فلازم يتصدى لها طرف معين. المبادرة الشركسية عم تصدى لمواضيع معينة، ولكن عم تطرح هذا الموضوع على رؤساء المؤسسات الشركسية، على عدد من المختصين، تطرحه على عدد من الناس اللي معنيين بالشأن السياسي. وبنفس الوقت المبادرة السياسية الشركسية كل لقاءاتها عم تعملها بدعوة عامة، أي شخص مهتم عنده رأي مؤيد أو مخالف بيقدر يحكي رأيه. عم بنبث لقاءاتنا من خلال تلفزيون نارت، وبنحط كل شيء موجود ونحكى بحيث أنه أي طرف من الأطراف يناقشه ويحكي إذا كان رأيه معارض أو متجانس مع الموضوع. ففي محاولات جادة أنه الشأن العام يتم مناقشته من قبل طرف معين وما ينترك. يعني مش من مصلحتنا احنا كمجتمع شركسي انه نعتمد انه في عندنا جهات معينه ولكن الجهات ما عم تتحرك. بالنهايه المبادره الشركسيه بالشأن السياسي عم ترجع للاعيان، ترجع للنواب اللي قد يكونوا هم الممثلين السياسيين تبعينا، وما عم بيصير حركه الا باللجوء للنواب والاعيان. ويعني انا بشوف انه التوعية السياسية، مبادرة التوعية السياسية بالنهاية عم بتسلم الملف أو الدراسة تبعتها وبتساعد النواب وبتساعد الأعيان بأنه يكون موقفهم موحد. وهذا اللي عم بنشوفه حتى الآن. الطروحات بيّنت بأنه في نوع من الوحدة في الرأي في القضايا اللي عم تنطرح من قبل المبادرة، لأنها عم تيجي مدروسة من أكثر من جهة. أستاذ محمد، بدي أرجع إليك بهذا الخصوص بالذات. أنتم يعني طلع ورقة أو طلعت وجهة نظر لها علاقة بموقف عن الشركس، وتم تقديم هذا الموقف للنواب، لأنه هلا حاليا عم بيتم مناقشة الموقف، مناقشة مخرجات اللجنة الملكية من قبل النواب. فالموقف اللي تفضلت فيه قبل شوي وحكيت لنا إياه وشرحت لنا إياه هو موجود بين أيدي نوابنا في مجلس النواب الأردني، وهم سيناقشوا هذا الموضوع مع
أعضاء اللجنة القانونية، بحيث أنه يحاولوا أنهم يأخذوا أكثر قدر ممكن من الحقوق، أو ما يضيعوا حقوقنا في مجلس النواب. فهل هناك عملية تسويق، عملية أو خطوات معينة لتسويق المقترحات اللي تصدر عن وجهات النظر المطروحة في المبادرة الشركسية للرأي العام الشركسي، للحصول على موافقته على مزيد من الرأي، مزيد من الأفكار حول هذه الآراء اللي عم تنطرح من خلال المبادرة؟ أشكرك على السؤال. أنا بس اسمح لي في البداية بس بدي أرجع لطرحته زميلتي وأختي الأستاذة راية فيما يتعلق أهمية العمل السياسي. السياسة موضوع صعب، مو سهل وشائك، من المواضيع الجامدة. يعني ممكن من الشباب أو غير الشباب حتى يقول لك شو بدنا بالسياسة، ما راح تجيب لنا نتيجة، ما راح نقدر نعمل شيء إلى آخره. حقيقة إذا تغيبنا عن العمل السياسي والمشاركة السياسية والمشاركة في صنع القرار راح نفقد كثير. زي ما ذكرنا من بداية الحلقة، المنظومة السياسية في الأردن باتجاه التغيير راح تختلف الصورة. يجب أن يكون لنا موقع في هذا التغيير من خلال العمل السياسي، سميه ما شئت، إنشاء حزب سياسي، الانخراط في الأحزاب، تشكيل حزب سياسي إلى آخره، سميه ما شئت، ولكن نحن يجب علينا العمل في السياسة والوصول إلى القرار. لأن الموضوع ما بيتعلق في السياسة فقط، بيتعلق بحقوقك الثقافية، بيتعلق بحقوقك الاجتماعية والاقتصادية. مقدرات الدولة، نحن في وضع سياسي صعب، مقدرات الدولة قلت الآن، والوضع يعني كلنا نحن مش غريب علينا كمجتمع أردني من سيء إلى أسوأ. فبالتالي أصبح في عنا تنافس بين مختلف أطياف المجتمع الأردني. فبالتالي نحن إذا ما انخرطنا في العمل السياسي ونافسنا بطريقة مشروعة من خلال خبراتنا، من خلال شبابنا الواعي وتثقيفهم وتوعيتهم بهذا الشأن في مختلف التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى آخره، سنفقد الكثير. فهذا اللي عم بيحصل الآن هو جرس إنذار. فيجب علينا كمجتمع شركسي بمختلف أطيافه، بمختلف توجهاته، بمختلف أفكاره، أنه نعي هذا الموضوع ونحط إيدينا بيدين بعض عشان نعرف نشتغل ونشوف المرحلة الجاي آلية الدخول لتحقيق مكاسب وأهداف ضمن القانون زينا زي أي فئة من فئات المجتمع. عودة إلى موضوع ورقة الموقف. ورقة الموقف هي محورين رئيسيين فقط لا غير في الوقت الحالي. نحن طبعا كمبادرة شركسية للتوعية السياسية قضايانا وملفاتنا واسعة ومطروحة أمام مختلف فئات المجتمع الشركسي، بس نحن تحديدا الآن حديث الساعة هي الكوتا الشركسية. نرى أنه من الأفضل، وهي الورقة نحن قدمناها لرؤساء المؤسسات الشركسية وتحاورنا فيها مع أفراد وأشخاص معنيين بهذا الموضوع وكل مهتم في قضية التوعية السياسية والمشاركة السياسية. نرى الحفاظ على الكوتا الشركسية الشيشانية كما هي. فإذا كان المشرع الأردني أو صاحب القرار في الأردن يرغب بتحزيب أو تشجيعي على الانضمام إلى الأحزاب وتحقيق المشاركة السياسية من خلال الأحزاب، فيفترض أنه يكون في عندي مرحلة انتقالية. الآن أنا غير متمكن سياسيا، حتى أحزابنا اللي يتم إنشائها هي أحزاب فزعات. إذا بنطلع أغلبيتها، ما بقول كلها يعني، بس أغلبيتها هي أحزاب فزعات، لسه مش عارفين إيش هو العمل السياسي، إيش يعني مشاركة سياسية، المشاركة في صنع القرار إلى آخره. أغلبيتهم مش عارفين هذا. فبالتالي نحن الآن بحاجة إلى توعية، بحاجة إلى فترة انتقالية حتى مجتمعنا الشركسي يستطيع أن يأخذ القرار ما هو المناسب له في المرحلة القادمة. المبادرة الشركسية ما بتفرض عليك تقول لك أنت فوت حزب أو روح ما تروح حزب، بتساعدك، بتدعمك، في عندك رأي،
نحن كأشخاص ضمن المبادرة بنشتغل في هذا الموضوع، بس ما بنفرض رأي. المجتمع الشركسي هو الذي سيقرر بالآخر إنه شو الأفضل لنا في لمواجهة المرحلة القادمة. فبالتالي رأينا في المبادرة الحفاظ على الكوتا مثل ما هو عليه، فتح باب الترشح للشركس من خلال القائمة الحزبية، الدائرة الانتخابية العامة، يكون أنا إلي حق أفوت أي حزب، وإذا كان عندي إمكانيات ومؤهلات سياسية أفرض نفسي من خلال الحزب وأصبح في مركز قيادي إلى آخره. فهذا شيء رائع ليس فقط للمجتمع الشركسي وإنما للمجتمع الأردني وللدولة الأردنية ولوطننا الأردني بشكل. بس نحن كفئة من فئة المجتمع الشركسي يفترض أنه لا يتم في الوقت الحالي المساس بالكوتا الشركسية والحفاظ عليها كما هي عليه. في خيار آخر الآن مطروح بذات الوقت، وأنا سبقت وذكرته بالأسباب الموجبة في ورقة الموقف التي سيتم عرضها على اللجنة القانونية في مجلس النواب من خلال نوابنا المحترمين وأعياننا الأفاضل. نحن الآن إذا كان هذا الأمر مفروغ منه، نحن نطالب بإضافة مقعد إلى عمان، يصبح مقعدين، بحكم أنه الأغلبية السكانية إذا كان المعيار على التعداد السكاني اللي ذكرناه من الشيشان والشركس موجودين في عمان، فيفترض الحفاظ على المقعد مثل ما هو عليه دون أي تغيير. طبعا أستاذ محمد، أنت لخصت موضوع المبادرة كيف بده يكون، ولكن بنتمنى أنه يعني النص برضه كمان ننشره. قراءة النص بالنسبة للمشاهدين قد يكون بخليهم ياخذوا فكرة أوسع ويدرسوه بطريقة أفضل. وإذا في توجهات من أي فرد من أفراد المجتمع كمان في عنده وجهة نظر، كمان ممكن إضافة رأيه قبل ما يتم تبنيه من قبل نوابنا وأعياننا في طرحهم أو في مناقشته في مجلسي النواب والأعيان. نوابنا وأعياننا هم الجهة المعنية في الموضوع أولا وآخرا، وهم الجهة اللي راح تستقبل ورقة الموقف، وهم اللي راح يعبروا عن رأي المجتمع الشركسي بشكل كامل. يعني إذا تسمح لي دكتور باسل، بس تأكيدا على اللي تفضلت فيه، يعني أنا من خلال شاشتكم أناشد إخواني وأخواتي في المجتمع الشركسي. التلفزيون نار شاشتنا كلنا، مش شاشتنا إحنا لحالنا، شاشتنا شاشتنا كلنا، شاشة المجتمع الشركسي. نعم طبعا. أناشد إخواني وأخواتي في المجتمع الشركسي، ورقة الموقف الآن نحن المرحلة اللي مقدمين عليها، نحن سيتم تعميمها ورقة الموقف وسيتم نشرها. أتمنى من الجميع أن يتم قراءتها بالتفصيل وبتمعن. من الضروري أن يكون هناك حوار فعال وحوار إيجابي في هذا الموضوع. كل شيء قابل للتعديل. الآن إذا أي أحد عنده وجهة نظر متوافقة منطقية قانونية بالدرجة الأولى بما تخدم مصلحة المجتمع الشركسي، سيتم النظر فيها وسيتم إضافتها لهذه الورقة، وبالمحصلة تحويلها إلى المختصين بهذا الموضوع زي ما ذكرت الأخوة النواب الكرام والأعيان الأفاضل. فأرجو من الجميع بعد تعميم هذه الورقة قراءتها، أي حدا في عنده رأي معين، فكرة معينة، تزويدنا فيها، ونحن منفتحين للنقاش والحوار فيها. أنا سرايا طبعا احنا تجاوزنا الفترة اللي يفترض كانت تكون 45 دقيقة، ولكن لازم نستمر في الأسئلة إلى أن نصل إلى تغطية هذا الجانب. احنا في المرحلة الحالية انطرح أسماء 3 سيدات في انتخابات المركزية وانتخابات أمانة عمان. فهل يوجد دور للمبادرة الشركسية للتوعية السياسية في دعم ومؤازرة هؤلاء السيدات؟ شكرا دكتور باسل على هالسؤال. هلا أكيد إحنا كمبادرة شركسية للتوعية السياسية، وخاصة إنه إحنا هلا بفترة انتخابات الإدارة المحلية اللي هي مجالس المحافظات والبلدية وأمانة عمان،
صراحة المجتمع الشركسي أجمع على 3 سيدات مرشحات للإدارة إلى اللامركزية وأمانة عمان. وتم الاجتماع مع رؤساء المؤسسات الشركسية وطرح الموضوع المرشحات عليهم، وإنه إحنا ناخذ قرار جماعي إنه نساعد هدول السيدات بكل اللي بيحتاجوه، كل الدعم، كل الإمكانيات المتوفرة كرؤساء مؤسسات شركسية نوفرها لهدول السيدات. وبحب أنوه إنه المجتمع الشركسي نقطة إيجابية بتنضاف له إنه صار في عنا مرشحات إجماع أجمع عليها كل المجتمع الشركسي، وعم نحكي وعم ننشر بحملات هلأ إعلامية لنكسب تأييد المجتمع كامل لهدول السيدات الثلاث. وزي ما حكيت يعني رؤساء المؤسسات الشركسية أبدوا الاستعداد التام والكامل إنه ليساعدوا ويدعموا هدول السيدات. وبحب أنوه لشغلة حكتها أحد السيدات المرشحات، كان في اجتماع قبل 2-3 مع السيدات المرشحات لنقدر نعرف شو الاحتياجات وإيش نقدر نساعد وإيش نقدر نقدم للمرشحات. فأحد الجمل اللي ذكرتها قالت إحنا آبائنا وأجدادنا اشتغلوا لحد ما وصلنا للمستقبل اللي إحنا فيه هلأ، بس اليوم إحنا وقف هذا الموضوع، لازم الشباب يشتغلوا للمستقبل الجاي. وهذا بنطبق على موضوع اللي كنا نحكي فيه من بداية الحلقة، إنه إحنا عم تصير في تغيرات سياسية، فالأشياء اللي انبنت من زمان على زمن آبائنا وأجدادنا اليوم خلص وقفت، بس إحنا لازم نستمر ونعطي الحافز الشبابي إنه يستمر بالعمل بكافة الأصعدة، إن كان سياسي، اجتماعي، اقتصادي، لأنه دورنا ومستقبلنا متوقف على اليوم. إذا إحنا اليوم ما توعينا بالطريقة الصح لنقدر نبني المستقبل الصح لإلنا ولأولادنا وأحفادنا، زي ما آبائنا وأجدادنا اشتغلوا ووصلوا لليوم اللي إحنا فيه. برضو إحنا دورنا وواجبنا كمجتمع شركسي وكشباب خصوصاً إنه نبني لإلنا ولأولادنا وأحفادنا مستقبل يكونوا مأمنين لهم كل الأمور الصحيحة، إن كان زي ما حكيت بكل المجالات، إن كان سياسي ولا اقتصادي ولا اجتماعي أو ثقافي. بس يعني إذا يعني بنعمل دعاية كمان للسيدات اللي مرشحين حالهم ونذكر أسمائهم، يعني أكيد بتتذكري أسمائهم رايا ولا أساعدك؟ أكيد. في عنا تفضل. مرشحة أمانة عمان اللي هي الأستاذة نارين حشطاس عن منطقة عن وادي السير. منطقة بيادر وادي السير. وفي وادي عنا السير، منطقة وادي السير. وادي السير، وأيضا مرشحة اللامركزية وادي السير برضو الأستاذة ليلى شابسو، والسيدة دلال قردن عن اللامركزية في جرش. هدول السيدات المرشحات. يعني باسم المبادرة كل الدعم، مزبوط؟ أكيد كل الدعم من المبادرة لإلهم. طيب برضو أنا بما أنه حضرتك بتمثلي الشباب في المبادرة وبتمثلي كمان العنصر النسائي في المبادرة، يا ريت تحكي لنا عن العنصر الشبابي والمرأة في القانون الجديد اللي عم بده يطلع والتوجهات السياسية الجديدة، وين دورهم المرأة والشباب؟ ليش لازم هم يعني يشدوا همتهم أكثر من غيرهم بهالمرحلة؟ هلا في المرحلة الحالية وحسب الرؤية الملكية وحسب القانون والمخرجات اللجنة الملكية اللي صارت، أول إشي نزلوا سن الترشح للشباب، صار الشاب اللي عمره 25 سنة بيقدر يترشح للانتخابات. فهاي فرصة للشباب كلها إنها تصير إلها باع طويل بالسياسة ويبلشوا من هلأ. يعني الشباب اللي هلأ بالجامعات يحسبوا حساب إنه أنا بعمر 25 بدي أبلش أفوت على الحياة السياسية، أعرف شو عم بيصير على أرض الواقع، أدرس المحيط اللي إحنا عايشين فيه كمجتمع شركسي، ليقدر يوصل للهدف أو يوصل للهدف الرئيسي الأسمى اللي إحنا كلنا بنحكي فيه، اللي هو مصلحة المجتمع الشركسي ككل. وزي ما انت حكيت دكتور باسل، يعني كوني انا عضو بالمبادره وبمثل الفئه الشبابيه والمراه بنفس الوقت، يعني حتى المراه والمراه الشركسيه بشكل خاص عندها القدره، عندها الامكانيات، عندها كل المؤهلات لتكون بمواقف ويعني باماكن
صنع قرار فعلا تقدر تأثر فيها وفعلا تقدر تكون حلقة تغيير. السيدة الشركسية زي ما بنعرف يعني عندها العلم، عندها الطاقة، عندها القدرة، وعندها المؤهلات اللي بتسمح لها إنها تكون بمواقع صنع قرار، إن كان بمجلس النواب، إن كان كان وزراء، إن كان بمديرات لمؤسسات، إن كان بكل القطاعات. هي إنها قادرة. وأكيد كل سيدة شركسية بتتابعنا اليوم من خلال هاي الحلقة بحب أحكي لها إنه خدي أنت الخطوة الأولى، زي ما هالستات المرشحات أخذوا أول خطوة إنهم ينزلوا كانتخابات للإدارة المحلية وأمانة عمان. برضو أنتم كسيدة شركسية كوني حلقة التغيير، وكوني الخطوة الأولى من عندك. إن كان إنك تستلمي مديرة مدرسة، مديرة جمعية أو رئيسة جمعية، أو إذا بتحبي تطلعي على موضوع مواقع صنع قرار أكبر، إن كان بمجلس النواب أو إن كان بمواقف سابقة أو كناشطة اجتماعية، ممكن إنك يكون لك الصوت وحرية التعبير لتقدري توصلي فيها لتغيير جذري بالمجتمع ككل. تسلمي، شكرا جزيلا. في نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، كل الشكر للآنسة رايا غبج والأستاذ محمد الداغستاني على وجودهم معنا وتزويدنا بكل هاي المعلومات عن المبادرة الشركسية وأهدافها وإلى أين تتجه. أعزائنا المشاهدين، في نهاية هذا اللقاء لكم الشكر الجزيل، وعلى أمل اللقاء معكم في حلقات قادمة. كل التحية والاحترام. شكرا.